بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من واحد من الناس، حلقه مختلفه قوي النهارده. يمكن ان ضيفها الحقيقه اسم كبير قوي، اسم ليه وزن تقيل في ساحه المحاكم. كل قضيه بيترافع فيها مش بيتعامل معاها لانها اوراق وملفات، لكن على انها حكايات ناس محتاجه المساعده والعون، ودايما بيدور على الحق. كلمه عنده سلاح، والعداله هي الغايه. عرف ازاي يحط العلم بجانب الخبرة، والدراسة بجانب الممارسة، والمنطق بجانب الإنسانية. في كل قضية كبيرة اشتغل عليها كان بيقدم رسالة بتقول إن العدل مش مجرد كلمة على الورق، لكن العدل حياة. الحقيقة ضيف النهاردة هو قصة نجاح كبيرة ورسالة مهمة وملهمة وتجربة إنسانية وقانونية تستحق إننا نسمعها ونفهمها ونفتخر بيها كمان. الأستاذ الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي الكبير، منورني النهارده في واحد من الناس. دكتور عمرو، تحياتي لحضرتك. نورتنا. أنا سعيد إن أنا مع حضرتك النهارده. وأنا جدا الحقيقة، لأن في كتير يمكن اسمح لي إن أنا أقول هذا الكلام. طبعا. الجانب الإنساني والشخصي في علاقتي نعم بيك يا دكتور بتخليني أقول الكلام اللي قلته في المقدمة وأكتر. أشكرك. قد إيه أنت إنسان جميل نبيل، والحقيقه يعني في حاجات كتيره جدا انا ما قلتهاش في المقدمه، ممكن نقعد نقولها كتير، لكن بالتاكيد ان احنا قدام انسان واحد من الناس الجمال بجد. عفوا. نبدأ منين؟ نبدأ من الأسرة والتكوين والوالد العظيم مع سيادة المستشار بهاء أبو شقة، والنشأة بتاعت الدكتور محمد كانت ازاي في هذه البيئة الجميلة يعني؟ والله يا دكتور عمرو، يعني فكرة الأسرة بالنسبة لي في حياتي هي القيمة الكبرى. الأسرة الكبرى التي نشأت فيها وتلقيت فيها ومنها العديد من القيم اللي من فضل الله سبحانه وتعالى أسهمت أن أكون يعني أعيش طفولة سوية، أستشعر فيها معنى الدفء، أن تكون في أسرة سوية متماسكة، أب يؤدي دوره على أكمل وجه، وأم كذلك تؤدي دورها على أكمل وجه. فهذا المعنى الذي كنت ولا زلت بفضل الله تعالى أنعم به كان جزء كبير جدا من تكوين الشخصية. الصورة دي بتمثل إيه بالنسبة لك؟ هي تمثل كل المعاني. يعني الوالد بالنسبة لي أنا، الوالد في حياة كل إنسان صحيح. له يعني المعنى والمكانة التي يعرفها كل ابن تجاه والده، ولكن أنا يعني أستطيع أن أقول أن المعنى الذي لدي تجاه الوالد ربما يفوق هذا المعنى كذلك. اتعلمت منه إيه؟ أول درس تلقيته من والدي، ربما أنا الوالد عنده قدرة فطرية على التعليم والتلقين بالمناسبة، يعني فن صناعة مواقف تربوية أو اقتناص موقف
ينقل بيه قيمة أو معنى بصورة غير مباشرة. وهذه هي أبلغ صور التعليم للطفل، لأنك مش بتجيبه تقعده أمامك وتلقنه بشكل مباشر إن ده صح وده غلط، لا، أنت تنقل له القيمة بصورة غير مباشرة، إما بمناسبة حدث أنت تصطنعه كوالد أو كمربي، أو تستثمر حدث طرأ فتستخدمه في تمرير المعنى اللي عايز تمرره. أول معنى تلقيته الاحترام. طب أنا يعني وأنا طفل ارتكبت خطأ، فذهبت إلى والدي لأعتذر. فشوف حضرتك بيديني إزاي المعنى. قال لي بص، الاعتذار شيمة الرجال، وأمر يعني طيب أن تعتذر، ولكن الأفضل منه ألا تضع نفسك في موقف تضطر فيه إلى أن تعتذر. احترم نفسك حتى لا تضطر أن تعتذر، حتى لو كان الاعتذار لوالدك. فمنذ هذه اللحظة وأنا لازلت طفلا صغيرا بدأ يرتسم في وجداني تجاه أبويا الحياء قبل الخوف. أنني أستحي أن أذهب إليه في موقف أعتذر له عن أمر وضعت نفسي فيه. فهذا المعنى في المدرسة مثلا كانت الأمور ماشية نعم ازاي؟ نعم. يعني عمر مثلا ما طلبوك قال لك هات ولي أمرك ولا حاجة؟ لا الحمد لله. يعني أنا دائما أنا في المدرسة على فكرة يعني كنت أصنف على أنني طفل شقي، ولكنها الشقاوة يعني أو الشقاوة المصحوبة بخفة الدم. ليس فيها تجاوز، وليس فيها يعني تجاوز حدود الأدب لا مع المدرسين ولا مع الزملاء، ولكن يعني فيها نوع من أنواع شقاوة المقبولة الخفيفة الظريفة، يعني اللي هي بحكم الطفولة يعني. فكان هذا الأمر بالنسبة لي الحمد لله على مدار دراستي كلها لم يحدث ذلك إلا في مرة وحيدة. إيه بقى المرة الواحدة؟ أنا كنت في هذه المرحلة بقى، تجاوزت مرحلة الطفولة ودخلت في مرحلة المراهقة. وأنا أعتقد في تانية ثانوي. مجموعة أصحابي اللي احنا متربين مع بعض منذ يعني سنة أولى حضانة، ودخلنا مرحلة الثانوية العامة مع بعض، فكلنا في فصل واحد. كانت المدرسة في هذا التوقيت، أنا كنت في مدرسة أولاد وبنات مع بعض يعني. ودي على فكرة من الأمور الطيبة التي إذا فهمها الإنسان يستفيد من معانيها الإيجابية، في أنك تحترم الجنس الآخر وتتعامل معه برقي، وده بيأهلك للتعامل في الحياة بعد أن تترك المدرسة. صحيح. فالحقيقة أني أنا في سنة تانية ثانوي يعني في أول يوم في الدراسة أنا عملت إيه يا دكتور محمد؟ لا والله عملت إيه؟ أنا ومجموعة من أصحابي فجينا في بعد اليوم الأول ناظرة المدرسة، وقد كانت من المربيات الفاضلات واسم كبير رحمة الله عليها مدام زينب العناني، كانت من الأسماء الكبيرة في مجال التعليم في مصر. فكانت مديرة المدرسة، فنقلت كل واحد مننا في فصل مستقل. دي طبعا بالنسبة لنا صدمة، لأن الأوقات التي تقضيها مع أصحابك في هذه المرحلة في الفصل والمناوشات والمواقف دي اللي بتهون اليوم الدراسي. صحيح. يعني. فالحقيقة لما فوجئت فأنا رحت لوالدي وشكوت إليه إن ده نوع من أنواع التعسف، أنا لا أجد مبرر لهذا الأمر، إن أنا يعني ليه اتنقلت يعني. فوالدي جه في المدرسة اليوم التالي والتقى بمديرة المدرسة فاستدعتني، قالت له محمد ملتزم ومحترم وكل حاجة، لكن هو شقي واحنا داخلين على ثانوية عامة، ولو استمر في الشقاوة اللي بيعملها النتيجة هتبقى مش كويسة إلى آخر هذا. فأنا اتضايقت. يمكن هذا الكلام أنا والدي ما يعرفوش اللي أنا بقوله لحضرتك الآن، يعني أنا في داخلي اتضايقت إن أنا وضعت والدي
ولو لمدة دقيقة عشان يسمع هذا الكلام عني. فأخذت عهد إني لابد أن أثبت إن هذا الكلام غير حقيقي. وبالفعل في ثانوية عامة أنا دخلت أدبي، فالحمد لله طلعت الثاني على المدرسة، وكان ليا ترتيب متقدم على الجمهورية. زميلتي اللي طلعت الأولى عليها في المدرسة كانت الثالثة على الجمهورية. فأثبتت حتى يوم النتيجة. مديرة المدرسة كانت ما بين شعورين متناقضين: الفرحة إن عندها النتيجة دي في المدرسة، وفي نفس الوقت ربما أنا لم تكن متوقعة أن أنا هكون واحد من هؤلاء الأوائل يعني. بس أنا بحس إن في تطابق أو تشابه كبير بين مسار وحركة الوالد العظيم معالي المستشار بهاء أبو شقة وبين حضرتك. هو كان في السلك القضائي، ثم التحق تحول بعد ذلك إلى سلك المحاماة. حضرتك كنت في السلك القضائي مدير نيابات وسط القاهرة، ثم تركت العمل في النيابة والتحقت بالعمل كمحامي وحصلت على الدكتوراه، وأهلت نفسك تأهيل علمي مرموق الحقيقة في هذا المجال. في تشابه؟ انت كنت ماشي وراه حاسس ان عايز ابقى زي بابا؟ ده انا هقول لحضرتك على حاجة عجيبة جدا. وهذه مسائل من قدر الله، يعني ليست من صناعات البشر. هو ربما ليس هناك تشابه، انما هناك تطابق. والدي حينما التحق بكلية حقوق جامعة القاهرة وتخرج كان الأول على دفعته سنة 1959 بتقدير معين برقم معين. مرت السنوات، أنا تخرجت كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1997، وكنت فضلت على الأول على السنة الرابعة والخامس على الترتيب العام، ونفس الدرجات النسبة المئوية اللي خدها أبويا سنة 59 كنت أنا حاصل عليها سنة 97. هذه أول مسألة. أول تعيين لوالدي التحق في نيابة رود الفرج في شمال القاهرة، وأول تعيين ليا عينت في نيابة شمال القاهرة. والدي قضى فترة في النيابة ثم في القضاء ثم استقال، وكذلك أنا قضيت فترة في النيابة العامة ثم استقلت. هذه المسائل اللي هي تقديرات من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن حقيقة الأمر أنني لم يفرض علي هذا الاختيار. أنا بالنسبة لي حينما التحقت بكلية حقوق جامعة القاهرة التحقت بها لأكون محاميا. ربما الناس تتعجب من هذه المسألة، لكن أنا لما تفتحت عيناي رأيت أبي محاميا مرموقا. أنا لم أدركه وهو رئيس للمحكمة أو لا، لأن أنا والدي استقال يوم 10 إبريل 1975 وأنا مواليد أكتوبر 1975. فأنا التفت إلى مسألة بدأت أخد بالي منها وأنا في المدرسة وأنا لسه طفل. طب كل سنة طيب بقى وحضرتك طيب. صحيح اختلفنا. فأنا وأنا في المدرسة مثلا مدرس أو مدرسة بقوم أقرأ حاجة فيعني يعجب بلغتي أو كذا، فيقول لي أنت اسمك إيه؟ أقول له كذا، فيبدي إعجابي، يقول لي أنت ابن فلان، أنا مش عارف. فبدأت ألتفت إلى أن هناك أمرا يميز والدي عن آباء أقراني، اسمه بيلفت النظر في شيء معين ما كنتش مدرك. بدأت أدرك بعد ذلك أن هذا الأمر هو نصيبه بفضل الله تعالى من الشهرة لمهارته في عمله كمحامي مرموق. فبدأت أصاحبه في المحاكم وأنا لازلت طفل صغير لا أتعدى 6 سنوات. عشت معه أحداث ووقائع كبرى القضايا في مصر والوطن العربي وأنا صغير، وعشت بيئة كبار المحامين إنجاز التعبير في زمن جميل. أنا كنت أذهب معه وأجلس شكل عجيب، عيل صغير 6 سنين في وسط أساطين المحاماة في مصر في ذلك الحين. فاستمعت إلى كل واحد منهم مدرسة خاصة، مذاق مختلف، مهارة مختلفة عن الآخر، ووجدت ورصدت العلاقة الراقية بينهم. ده بيقدم ده وده يستشير ده، والكبير يحترم الصغير، والتفاني في العمل والإخلاص. ورأيت
عين القضاء التي تنظر بإكبار واحترام لهذه الصفوة. ومن هنا كان عشقي للمحاماة، فاخترت الكلية لأكون محاميا. لما تخرجت أول مسألة، مين اللي قالك بقى خش النيابة؟ والدي. قال لي لابد أن تلتحق بالنيابة العامة. ربما في حينه طيب أنا كنت أظن أنني مؤهل لأن أشق الصف بقى وأشتغل في المحاماة. لا، في أمور كتيرة جدا أنت لن تعرفها ولا متبينها الآن. عليك أن تدخل إلى هذا المصنع الذي سوف تكتسب فيه في كل يوم خبرة تساوي ربما عشرات السنين لأقرانك. وبالفعل من فضل الله تعالى كانت الفترة التي قضيتها في النيابة العامة هي من أجمل فترات حياتي. ما اكتسبته ليس فقط من العلم ولا من الخبرة العملية، فوق ذلك شيمة القاضي في احترام نفسه. صحيح. كيف يكون لدى القاضي هذه العزة والاعتزاز مع التواضع؟ كيف يدرك قيمة العدل حسبة لا وظيفة؟ والله وأنا أتجه كل يوم إلى مكتبي كنت أستشرف عملا أتقرب به إلى الله من خلال العدالة. فهذا المعنى كيف كان لي أن أكتسبه إذا لم أنخرط في النيابة العامة؟ وبعدين فارق كبير بين أن تجلس لتدرك كيف يفكر القاضي لأنك كنت قاضيا، فحينما تقف أمامه مترافعا فأنت تخاطب عقله ووجدانه بالأدوات التي سوف يتساند إليها إما في الاقتناع أو في الإطراح. صحيح. فهذه المسائل بفضل الله تعالى. ولذلك عشان أكون أمين يعني أنا أعتبر نفسي محظوظ، ولذلك أشفق وأحن على من لم تتح له هذه الفرصة، فرصة أن يكون لديه قدوة ترشده إلى الطريق، يتلقى منها القيمة ويتلقى منها العلم ويتلقى منها الخبرة. ولذلك هذا الأمر ربما هو الذي يعني أسأل الله أن أكون فيه صادقا، يعني أسعى وأجتهد أن احنا نسعى إلى توفيره إلى الأجيال الجديدة في الوسط القانوني عموما، لأني يعني زكاة ما يسره الله لي سبحانه وتعالى ولم يكن ميسرا لغيري واجب علي أن أسعى قدر الإمكان أنا وأقراني ممن تيسر لهم ذلك أن نهيئ بيئة صالحة للارتقاء بالوسط القانوني ككل. خلينا نتفق على حاجة، وأنا ما عنديش حرج، قد يكون غيري لديه حرج، أنا ليس لدي حرج حينما أتحدث في هذه الموضوعات لسبب، لأنني يعني إنجاز التعبير مقسوم نصين. في داخلي القاضي الذي تربيت عليه في بداية حياتي وأشرف كما قلت ما حييت بهذا، والمحامي كذلك الذي زرع فيه منذ أن كنت صغيرا. طيب، فما عنديش حرج، لا كلامي هيحسب، حد هيستطيع إن يؤول حديثي على أنه انتصار لطرف على حساب طرف أو ميل لطرف على حساب طرف، أبدا. المشهد مشهد ملتبس ومرتبك، ومش هقول لك العبارات الشائعة الرصينة الجميلة رغم أنها طيبة في إن في كل مجال في كذا وفي كذا وفي كذا، لكن هل المحامي، وده أحد الأدوار الذي أدعو بالمناسبة الزملاء اللي يستطيع أن يقدم شيء ينقل فيه معنى طيب لأجيال قادمة فعليه ألا يتردد. أنا بنقل لحضرتك تجربة. هل حضرتك شاهدت محامي ملتزم في ملبسه؟ يعني ايه في ملبسه؟ يعني رايح القاعة، انا ما بقولش لابس اللي هو وانا مش عايش في الواقع، يعني انا هحمل المحامي فوق يعني صعوبة ظروف الحياة اقول له بقى ان انت لازم تلبس بدلة الصبح وبدلة الظهر وبدلة بالليل، لا. ولكن
رقم واحد إن إذا كان هو حليق اللحية أصلا يبقى حلق دقنه. لو هو من الذين أعفوا اللحى فيبقى مهذب لحيته. 2 معاه رب محاماة ولا معهوش رب محاماة، سواء جايبه من النقابة أو بتاعه، وشكل الروب إيه. فرقم 1 الملبس. 2 طريقة الكلام. هو أنا يعبني أو ينال مني إن أنا حتى ولو أنا واقف أمام قاضي عنده 30 سنة، يعني لسه منقول من النيابة إلى القضاء، قد يكون مثلا أحد التلاميذ الذين درس لهم في الجامعة أحد المحامين تلميذه، وقد يكون المحامي ده كان رجل قضاء سابق، يوم ما استقال هذا القاضي ما كانش يمكن خلص الكلية، ولكن هل هذا يعني أنه حينما يقف أمامه حتى لو هذا المحامي من أساطين المحاماة أن يكون حديثه معه حديث الملتمس؟ لازم. ليه؟ لأن ده قدر ربنا سبحانه وتعالى فيه هكذا. فحديثي حديث الملتمس. ليه؟ ده ما ينالش مني، لأنني أدافع عن مصلحة خاصة، وهو متجرد يقف حكما بيني وبين زميلي اللي بيدافع عن مصلحة أخرى خاصة مشروعة. فإذا لغة الحوار مع المنصة. طيب حتى افرض حضرتك التزمت بكل ده، التزمت في ملبسك والتزمت في أسلوب عرضك، ورغم هذا وجدت عنة. طيب أعمل إيه؟ 3 بقى الثبات الانفعالي. لا تستدرج. ليه؟ لأني لو أنا داخل وفي عقيدتي إن المحكمة ممتهناني والمحكمة كذا، لو جيت أتكلم وقال لي استنى ثواني شوية يا أستاذ، أقول دي إهانة. ولكن لو أنا متجرد من هذه الأحاسيس والأوهام وقال لي كده هاخد الأمر ببساطة. فإذا حسن الملبس، حسن الكلام وطريقة العرض. رقم 3 الثبات الانفعالي ارتكبها. هل ممكن يكون لحظي؟ العنصر النفسي لابد أن تكون نفس الجاني نفسا هادئة، ما عندوش ثورة الغضب، تتيح له الهدوء ده، يتيح له أن يفكر بين الإقدام على ارتكاب الجريمة أو الإحجام عنها. لو العنصر الزمني أو النفسي واحد فيهم مش موجود يبقى فيه سبق إصرار، ولازم الحكم يدلل على سبق الإصرار وإلا كان فيه قصور. طيب الترصد تعريفه قال لك هو انتظار المجني عليه في الأماكن التي اعتاد أن يتردد عليه. وفي أحدث قضاء لمحكمة النقد بالمناسبة قالت لك أن توجه الجاني إلى المجني عليه في مسكنه لا يتحقق به التربص، لأنه رايح له بيته، ما أنا عارف أنه في بيته. تطبيق سبق الإصرار والترصد تبعا لكل حالة على حدة. يعني المثال اللي حضرتك بتقول لي إن مسكن المتهم جنب، فهذا الكلام قد يأتي الدفاع في مقام نفيه للتربص يقول لك ده مش تربص، لأن أنا ثابت يقيننا ساكن هناك، ومن ثم فأنا لم تتجه إرادتي للواقعة بعينها أن أنا أنتظره في المكان ده المكان اللي أنا يعني عايش فيه. فهذا قد يكون مدخل للمنازعة في ظرف التربص، ومفيش تلازم بين سبق الإصرار والترصد، مفيش تلازم بينهم. الوالد العظيم برضو كان ليه يعني محاضرات توعوية في مجال القانون، وحظيت بانتشار كبير في مصر والعالم العربي. والحقيقة حضرتك كمان أنا بستمتع، وأظن كنت بكلمك كتير يعني بشوف قد إيه عندك كاريزما، وحتى لما كنا قريب في الكويت برضه بنفس الشعور، عندك الملكة انك انت تقدر
توصل افكارك لاجيال. والحقيقه انت قدمت مجموعه كبيره جدا من المحاضرات المتنوعه لشباب المحامين وغيرهم، واظنهم استفادوا. كلمني عن هذه التجربه والى اي مدى تتوافق ايضا مع تجربه الوالد يعني. والله يا دكتور عمرو، هذه فكرة كانت تراودني، فكرة شغلتني فترة طويلة. كيف يمكن أن يعني نقدم شيء للوسط القانوني يسهم في حالة تطوير وحالة يعني توعية زي ما حضرتك قلت، ويرفع من المستوى القانوني الذي سوف ينعكس على منظومة العدالة عموما. يعني على سبيل المثال، هناك أمور في الواقع العملي استقرت لا يمكن أن يجري إصلاحها إلا إذا تم تغيير الواقع وإنشاء واقع جديد. طب هذا الواقع له أدوات. منظومة العدالة فيها القاضي الذي يحاكم، وفيها المحامي الذي يدافع، وفيها القانون الذي يطبق، ويحوم حول العناصر الثلاثة دي ظروف بقى، دور المحاكم وعدد القضايا وطبيعة النزاعات إلى آخر هذا. في هذا الوسط وهذا الزخم، حقيقة الأمر إني أنا زي ما قلت لحضرتك هيأ الله لي من فضله سبحانه وتعالى أن أتلقى من قدوة ومن قيمة، وأن أعيش حالة عايشت فيها كبار رجال القضاء والقانون في مصر، ربما من فضل الله تعالى لم يتهيأ ذلك لأقراني. طيب لابد أن نسعى إلى أن يكون ذلك متاحا إلى الأجيال الجديدة، ولذلك رأيت أن هذا الواجب طبعا والدي أولا وأنا من بعد ذلك أن نسعى إلى نقل هذه الخبرة العملية إلى هذه الأجيال من خلال يعني هذه المحاضرات، أو من خلال حتى البرامج التي تقدم إلى غير ذلك واللقاءات. على فكرة أنا آسف المقاطعة، بس الحقيقة الحلقات دي كانت مفيدة للعامة كمان. يعني أتصور إن في كتير من الجمهور العوام اهتموا وثقافتهم القانونية نضجت جدا بعد ما شافوا حلقات حضرتك. اتفضل. وده جزء يا دكتور عمرو من الأهداف. أن المخاطب ليس رجال القانون أو أصحاب التخصص صحيح. الدقيق، نشر الوعي القانوني حتى لدى العامة، ودي مسألة بالغة الأهمية. والحقيقة أنني أسعد كثيرا زي ما حضرتك يعني الحمد لله، ربما كان بيننا هذا اللقاء اللي سعدنا به في الكويت الشقيق بالصدفة لما التقينا هناك. يعني أنا بسعد أن هذا الأمر لما تجاوز حدود الوطن واستقبال يعني الزملاء والأحباء في كل الدول العربية حتى خارج الدول العربية اللي هذا الأمر، وأنهم يعني بيتلقوا منه فائدة مرجوة في حياتهم العملية أو حياتهم العلمية، فده أمر بالنسبة لنا يعني الحقيقة هو الهدف المنشود يعني. فالحمد لله هذه خطوة، ولذلك أنا سعدت كذلك أن العديد من الزملاء الذين لديهم القدرة على أن يقدموا هذه المعاني الطيبة بدأت ربما موجة إن شاء الله تؤدي إلى إنشاء واقع جديد تستفيد منه العدالة بإذن الله. إياك وأن تترافع للقاعة، ينبغي أن تكون المرافعة لمين؟ للمنصة وليس للقاعة. ودي أدعو زملائي دائما أبدا أن يلتفتوا إليها. ليه؟ لأنها تقتضي منك تركيزا طول مدة المرافعة، فإن في بعض الأحيان اللي بال حضراتكم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد تجد نفسك بدأت دون أن تشعر تفتن بنفسك، خاصة في قضايا كبرى قاعد تترافع وأنت ميزانك لنفسك أنك تسير بخطى ثابتة، تنتقل من منطقة في المرافعة إلى منطقة وتوفي كل منطقة حقها، وانت سامع همهمات الإعجاب من القاعة. قال إيه؟ شوف، لو فقدت تركيزك
وتحولت إلى الاستعراض عشان أنت بتترافع للقاعة، فاعلم أن هذه بداية النهاية. واعلم أن هناك مؤشر غير مرئي بينك وبين المحكمة، ترصد المحكمة والقاضي يفرز بين من يؤدي أداء قانونيا موضوعيا محترما ومن يؤدي أداء استعراضيا، فإياك أن تترافع للقاعة. أنا هذا كان قرار في صدري مرجع إلى حين. يعني أنا أذكر أنني حينما تخرجت زي ما التحقت عينت فورا في النيابة العامة، وبعد أن قدر الله أن أنال ذلك الشرف وأعمل مباشرة بدأت في استكمال الدراسات العليا لتأهيل نفسي. حصلت على دبلوم العلوم الجنائية بفضل الله تعالى كلية حقوق جامعة القاهرة وكنت الأول في الترتيب، ثم دبلوم القانون العام كلية حقوق جامعة القاهرة وكنت بفضل الله تعالى الأول في الترتيب كذلك، ثم بعد ذلك بدأت في الإعداد لرسالة الدكتوراه. بعد الماجستير فكرت في الاستقالة، فمنعني والدي، قال لي لا، أنت لم تحز بعد الخبرة اللازمة، لا تتعجل، أهل نفسك واعتبر أن كل يوم سوف تقضيه زي ما قلت لحضرتك من شوية كده هو يعني رصيد من الخبرة سوف تعرف بعد ذلك قيمته. استمريت فعلا، ودي نصيحة، إن من يتيسر له أن يكون في حياته قدوة، والد أو أستاذ أو عم أو خال، ده فضل من ربنا. إياك أن تستنكف في أن تأخذ بالنصيحة، لأن هو بينقل لك، بيوفر عليك سنوات. صحيح. هو ينقل لك حصيلة خبرات سنوات طويلة، بيديها لك على طبق مش من فضة، من ذهب كما يقال. ففعلا استكملت. بمجرد ما ناقشت رسالة الدكتوراه وكنا في رمضان، كان يوم إن لم تخن الذاكرة 9 رمضان، وكان بالمناسبة في شهر أكتوبر، كان 9 أكتوبر كذلك في 2005. وأنا في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبالمناسبة حينما ناقشت كان بعد الإفطار في مدرج السنة الثانية، وكانت ودي من الأمور التي يعني ربما يعني تحشرجت الكلمات وأنا ألقي كلمة الافتتاح المقدمة أمام لجنة الحكم، وأنا أنظر إلى المدرج سنة تانية حينما وجدت أساطين القضاء في مصر وأساطين المحاماة في مصر جاءوا ليكرموني بأن يحضروا مناقشة رسالة الدكتوراه. فوأنا أنظر الحقيقة، ربما حدش يعرف هذا المعنى بقوله لك، يعني تحشرجت الكلمات في حلقي وخرجت ثقيلة صعبة، وأن أنا لم أكن أستحق أن أكرم بأن كل دول يكونوا متواجدين. فبعد أن نطقت اللجنة بالحكم يعني ومنحت رسالة الدكتوراه بفضل الله تعالى مع التوصية بتبادلها مع الجامعات على مستوى العالم، وأنا أخلع الروب في الغرفة، قلت لوالدي الآن قد أوفيت بعهدي، سوف أتقدم باستقالتي. قال لي بس استنى ما تستعجلش، قلت له لا. وبالفعل تقدمت بالاستقالة، ومن الأمور برضو اللي ربما يعني شهادة أعتز بها ما حييت، وأقولها برضو للمرة الأولى. يعني أنا سعيد بهذا اللقاء لأن أنا قاعد مع يعني أخي ربما طبعا. المشاهدين لا ده احنا اخوات بجد، لا يعرفوا ما بيني وبين حضرتك. صحيح احنا اخوات بجد، وبتشرف بده. فأنا أتحدث بأريحية جدا في هذا اللقاء. الحقيقة أني تقدمت باستقالتي، وكان آنذاك وزير العدل المغفور له المستشار محمود بيك أبو الليل، وكان النائب العام المغفور له بإذن الله تعالى أستاذنا المستشار ماهر بيك عبد الواحد. فاتصل بي على الهاتف الأرضي، ما كنتش موجود ساعتها في البيت، أنا تقدمت بالاستقالة وما توجهتش إلى النيابة خلاص. فاتصل بي على الهاتف الأرضي أستاذنا معالي المستشار عبد المجيد بيك محمود، كان نائبا عام مساعدا مديرا للتفتيش آنذاك، ما كانش تولى منصب النائب العام. فردت عليه زوجتي فقال لها محمد فين؟ قالت له ده هو خرج. قال لها طيب بلغيه فلان اتصل خليه يجي. فلما عدت قالت لي، فكان اليوم طبعا الوقت اتأخر، تاني يوم رحت له
قلت له معالي النايب، قال انزل للنائب العام ما اعرفش شوف هو عايزك في ايه. فرحت لمعالي النائب العام الله يرحمه ماهر بيك عبد الواحد، فابتسم قال لي يا محمد انت عايز تسيبنا ليه؟ قلت له يا فندم حضرتك تعلم ان هذا هو اختياري من الاول. فقال لي كلمة انا اعتز بها، قال لي بص يا محمد، النيابة تعتز بك وبما حصلت عليه من درجة علمية في هذا السن الصغير، فاختار النيابة اللي انت عايزها. قلت له لا يا فندم، ده انا يعني يكفي هذه الكلمات. قال لي بص، لا تتعجل، استقالتك في درج مكتبي انا لن ارسلها الى وزير العدل حتى تراجع موقفك. فانا يعني شعرت انني لا استحق ذلك. النائب العام يعني بيطوقني بهذه الكلمات، فيعني شعرت فوق الامتنان، يعني شعرت بفضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى أن أنزلني هذه المنزلة، وأن أنا في هذا الموقف في مكتب النائب العام وبيحتفي بي. فرجعت البيت فوجدت، أنا كنت عند النائب العام ولم يخبرني، وجدته وقد أرسل إلي بوكيه ورد عليه كرت النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد بيبارك لي على حصول على درجة الدكتوراه، وأنا كنت لسه عنده في المكتب. وظلت الاستقالة عند النائب العام رافضا أن يرسلها إلى وزير العدل. فلما وجد مني إصرارا وأن الأمر ليس عجلة مني ولا استعجالا ولا انفعالا، فاتصل بي مرة أخرى فتوجهت إليه فسلمني خطاب شكر. ودي ما حدش يعرفها، لأن دي أمر أنا يعني مهما قلت طبعا من الاعتزاز والسعادة والشرف في أنني وأنا أستقيل من النيابة العامة، النائب العام لمصر يسلمني خطاب شكر أحتفظ به وساما على صدري ما حييت. نفس الأمر تحول لما راحت الاستقالة عند وزير العدل رحمة الله عليه محمود بيه أبو الليل، يعني أيضا طلبني فتوجهت إليه، قال لي عايز تستقيل لي إلى آخر هذا. فلما وجد أن الأمر بالنسبة لي يعني أنا أخذت قرار كنت أرجئه لأنني أقبل على ما عشقته ودخلت الكلية من أجله. فقبل الاستقالة وبدأت بعد ذلك بقى رحلتي في احتراف. لا، بدأت رحلة مهمة أوي الحقيقة. احنا كسبنا واحد من أكبر محامين مصر النهاردة، مش أنا اللي بقول الحقيقة يعني. أنا شهادتي مجروحة لأن أنا بحبك وبعتبرك أخويا، لكن بفخر لما أكون موجود في مكان يقول لك قضية دي كبيرة قوي، دي عايزة الدكتور محمد أبو شقة. والحقيقة أصبح اسم الدكتور محمد أبو شقة مقترن بالقضايا الكبيرة، وأيضا مقترن أيضا بالمرافعات الجليلة واللغة الرصينة، وبتدرس أظن المرافعات. ويمكن ده خلاك أظن يعني تبقى العبء والمسؤولية أكبر، خصوصا مع هذه الانتقالة من النيابة العامة إلى عمل المحاماة. السؤال بقى، حضرتك مريت بتجارب كتيرة وترافعت في قضايا مهمة، وقضايا لشخصيات كبيرة وقضايا لشخصيات مرموقة وقضايا هزت الرأي العام عشان أكون صريح يعني ومعروف للناس كلها. لكن أنا عايزك أنت اللي تختار لي 3 قضايا. احكي لي 3 قضايا دول كانوا فيهم أفكار، كان فيهم خطة دفاعية مستميتة، كان فيهم حاجة انت دايما تقول يعني الحقيقة، زي مثلا لعيب الكورة بيجيب جول، الرسام بيرسم لوحة لك أحلى لوحة عندي رغم أنا عمل 100 لوحة. أكيد في قضايا كده ليها خصوصية عند حضرتك. شوف يا دكتور عمرو، أول مسألة يعني أنا أود قبل ما أقول لحضرتك، يعني أسعى إن أنا وأنا بكلم حضرتك دلوقتي تفتكر من الذاكرة أنتقي، لكن عاوز أقول لحضرتك على حاجة. يعني من شاء أن يعتبرها نصيحة فليأخذها كنصيحة، ومن شاء أن يعتبرها شهادة واقع فليأخذها بهذا المعنى. أي عطاء في أي قضية
توليت الدفاع فيها سواء في مصر أو في خارج مصر، فالفضل كله لربنا سبحانه وتعالى. ولا بد أي صاحب مهارة إذا ظن لحظة أن مهارته هي التي أدت إلى النتيجة فقد بدأ طريق الضياع. في عمل هذا أقسم بالله ما رأيته رأي العين في العمل الجنائي، في قضايا عشتها وعايشتها سواء أثناء النيابة أو في عمل الاحتراف في المحاماة. أقسم بالله تاني ليس لها من تبرير إلا أنها مرآة صدق، لأن الأمر كله بيد الله. فتاني إن كان بي مما قلت لحضرتك من مهارة أو من فالعطاء من الله سبحانه وتعالى وحده. ونعم بالله. هذه القضايا اللي حضرتك بقى عايز تستمع إليها، يعني أنا دلوقتي هقول لحضرتك على حاجة، قضية، خليني أرجع بحضرتك بس إلى قضية أثناء النيابة العامة، وأنا بتحدث الآن أظن الوضع مختلف، وأنت محقق غير وأنت محامي. لا، الأمر لا يختلف. بص يا دكتور عمرو، الضمير لا يتجزأ، الضمير لا يتجزأ. فضمير المحقق هو ضمير القاضي، هو ضمير المحامي. كل ما في الأمر أن الحق أو الحقيقة لها زوايا رؤية مختلفة. حضرتك دلوقتي هذه الكاميرا أمامي واخداني من الأمام، صح؟ صح. لو في كاميرا من خلفي أو من الجنب واخداني من الجنب أو واخداني من الخلف، أنا ذات الإنسان وفي ذات المكان وفي ذات الزمان، صح؟ صحيح. كل ما في الأمر أن زاوية الرؤية مختلفة. صحيح. فهذه الكاميرا اللي جايبان من هنا ليست كاذبة وليست مغرضة، ولا دي كاذبة ولا مغرضة، ولا دي كاذبة ولا مغرضة، الثلاثة صادقين، ولكن كل واحد منهم واخدني من زاوية. كذلك الأمر، الحقيقة واحدة ولكن زاوية الرؤية لها تختلف. المحقق زاوية الرؤية بالنسبة له في أنه يريد أن يبلغ الحقيقة المنشودة إثباتا للتهمة أو نفيا لها، ده دوره. يستوي لديه أن يصل إلى أن المتهم في أدلة راجحة على أنه هو مرتكب هذا الفعل فيحيله إلى المحاكمة، أو أن الأدلة متأرجحة مش راجحة، أو لا دليل مطلقا فيقف بها عند حد حفظ القضية أو الأمر بألا وجه إلى آخر ذلك. القاضي حكم يحكم في القضية وفقا للأدلة التي طرحت عليه. المحامي يطرح وجهة نظر الدفاع التي يستمدها من ذات الأدلة التي تحت بصر القاضي. فالحقيقة واحدة. ولذلك أنا دائما أبدا حتى بقول هذه المسألة سؤال بالمناسبة، ما حضرتك بتفتح موضوعات، ما الذي يرفع القاضي إلى هذه المكانة؟ هكذا أقول للمحامين. طب القاضي حائز على ذات الدرجة العلمية التي حصل عليها المحامي، بل صحيح. قد يكون من المحامين الذين استمروا في دراستهم وحصل على درجة علمية لم يظفر بها القاضي. صحيح. بل الأكثر من ذلك، قد يكون المحامي أحد الأساتذة الذين درسوا القانون للقاضي. صحيح. أو أحد الذين أشرفوا على القاضي في رسالة دكتوراه فهو الذي أجازه للحصول عليها أو لا. ومع ذلك هذا القاضي السنين عملتها في كلمة شرف. نعم. ومع هذا هذا القاضي حكم على ما يقوله المحامي الذي قد يكون كما قلت كان أستاذه. ليه؟ عارف بقى حضرتك دائما أبدا بقول ولذلك الخبرة العملية من فضل الله تعالى. طب السؤال ده شغلني فترة من الزمن، وقعة غريبة جدا حصلت أمامي.
كلفت من النائب العام بأن أترافع ممثلا النيابة العامة في قضية كبرى كانت قد هزت مصر سنة 98. كانت قضية بشعة وتألمت مصر منها كثيرا، حادثة بشعة يعني. وكلفها النائب العام، قطعت أجازاتي الصيفية وعدت وباشرت القضية، نزلت أترافع فيها. وفي هذا التوقيت أساطين المحاماة في مصر كلهم بلا استثناء إلا أبوي أنا، لأنه امتنع علي أن يقف، لأن أنا اللي بأدي دور بأمثل النيابة العامة، كانوا يترافعون عن المتهمين في القضية. شوف بقى الموقف، كيف يمكن أن يلفت الواقع نظرك إلى ما لم تعلمه، الواقع العملي. فأحد أساتذتنا المحامين رحمة الله عليه، وبالمناسبة كان أستاذي وكان رئيسا للجنة التي منحتني درجة الدكتوراه المغفور له الدكتور مأمون سلامة رحمة الله عليه. فكان يدافع عن أحد الأطراف في القضية وأثار دفعا معينا، فالمحكمة طلبت من النيابة العامة أن ترد على ما أثاره الدفاع، مسألة إجرائية دقيقة. فاستمهلت النيابة اللي أنا بمثلها، وقفت وطلبت من المحكمة أن تمهل النيابة أجلا للرد. طلعت النيابة، طبعا النائب العام بيتابع مع المحامي العام الأول مجريات الأحداث علشان أخطره، فحدث كذا كذا كذا، طيب جهزوا الرد. شوف بقى حضرتك المشهد، وأنا في المكتبة ومع المحامي العام الأول، وربنا يمد في عمره وهو على قيد الحياة، شاهد على ما أقول ويستمع إلى ما أقول، وأنا وهو بنبحث الرد. فبمد إيدي في المكتبة، لقيت نفسي بجيب كتاب الدكتور مأمون سلامة. فتوقفت بيني وبين نفسي، لم يدرك ذلك حتى المحامي العام الأول. إيه ده؟ طب هل يستقيم أن أعود إليه حكما فيما أثره هو؟ طب ما أنا لو سلمت بذلك يبقى أنا أسلمه بما أثاره خلاص. شغلني هذا الأمر كثيرا. طب إيه يا ربي؟ إزاي الموضوع ده؟ فخلصت إلى الآتي، أن الذي يرفع القاضي، شوف بقى حضرتك، حياده وليس علمه. أن الذي يرفع القاضي ليكون حكما حياده وليس علمه. لأنني حينما كنت بالأمس قاضيا، النيابة قضاء صحيح، حينما كنت قاضيا كنت محايدا متجردا، لا أبتغي مصلحة محددة من المصالح المتنازعة أمامي. أما الآن أنا أدافع عن مصلحة محددة أعتقد بمشروعية ملتمسي اللي أنا بدافع عنه. صحيح. فلم أعد محايدا، وبالمناسبة ده لا ينال مني ولا يجزئ ضميري، لكن كل ما في الأمر أن المتجرد المحايد يصح أن يكون حكما. ولذلك أنا أقف أترافع عن متهم، ويقف زميل آخر يترافع عن مدعي بالحق المدني، وأنا محامي وهو محامي، ويقف القاضي حكما بيني وبين زميلي. ولذلك دي الجزئية اللي حضرتك أشرتها، سؤال حضرتك، لا، الضمير لا يتجزأ، والضمير الذي كان معي هناك هو معي هنا. أقول دائما أبدا أن دور المحامي هو دور المبدع، وده عبد العزيز باشا فهمي سنة 1931 كما قلت كثيرا، عشان تعتز حضرتك بالدور الذي تؤديه اعتزازا حقيقيا. حقيقي ازاي؟ أن تؤسس ما تقوله، مش تقول كلام وخلاص. طيب ما الذي قاله في الجلسة الافتتاحية لمحكمة النقد؟ هذا الرجل الذي استجمع صفتين لم يجتمع إلا في شخصه، كان نقيبا للمحامين، وكان رئيسا بعد ذلك لأول محكمة نقد في مصر سنة 31 في الجلسة الافتتاحية. قال في خطبته الآتي، وأنا الخطبة دي هنزلها لحضراتكم على الصفحة إن شاء الله، عندي تبقى قريبا جدا عشان تشوفوها. قال: إن اعتزازي بكم يا إخواني من القضاة لا يعدله إلا اعتزازي بإخوانكم من المحامين، ذلك
أن المحامي هو المبدع والقاضي هو المرجح، ذلك أن المحامي هو المبدع والقاضي هو المرجح، وليس المرجح كالمبدع ولا ينبئك مثل خبير. يعني بيقول لهم ما حدش هينبئكوا زي ان انا كنت هنا وكنت هنا. يعني دكتور محمد، لو جات لك قضيه مفترض ان المتهم ممكن يكون ارتكب الجريمه، ممكن ما يكونش ارتكب الجريمه، لكن في النهايه هو بيرجع الى محامي حتى يدافع عنه. نعم. لو انت عندك يقين ان المتهم قاتل تترافع عنه؟ ده سؤال بالغ الأهمية وسئلته كثيرا. شوف، وشغلني كثيرا. المحامي عشان كده الضمير لا يتجزأ، لا يصطنع دليلا. 3 لقات او مجموعه لقات، لما يجي لكم واحد جايب قضيه من النوع ده قولوا له شكرا مش هناخدها. قال له 3 أيام بشوف حلم عجيب، رجل يده تقطر دما وبيقول لي هات لي حقي. فالمحامي العام قال له وانا بقالي 3 ايام بشوف نفس الرؤيه. اظن من ضمن القضايا ممكن نجد قضايا كنت انت متاثر انسانيا بالمتهم بتاعك. في هذه الحاله اقتص الله سبحانه وتعالى لهذا المجني عليه في مشهد عجيب، ما اهمس به ان الرحمه هي مبتغى الحق والعدل. نصيحه لكل شاب وشابه من صغار المحامين وشباب محامين في بدايه حياتهم، تقول لهم ايه؟ الأعمال القائمة على عطاءات المواهب الشخصية اللي ربنا بيمد بها إنسان لا يمكن أن يحل محلها الAI. المحامي يدافع عن متهم وليس عن تهمة.